الكابتن والقائد والهمام والملهم والعظيم، الكابتن العالمي الأسطورة بيبو. وبيبو بيبو بيبو الله يا خطير، بيبو بيبو الله يا خطير. الكابتن الأسطورة العالمي محمود باشا الخطيب يحط الزمالك ومجلس إدارته وميدو أبو قصة درس لن ينسوه، وستتذكره الأقلام والصحف والتواريخ والأولاد والأمجاد وكل من فيه هاد. ايه الدرس الكبير ده يا عم بدر؟ مفيش درس يا حبيب اخوك، ده هو قلم صاخن قوي على رأي علي الحجار ولا اسمه ده، لما علي الكسار ولا اسمه ده، لما قال لك قوي البنية عريض المنكعين، المنكعين عادل امام المنكعين. المهم القلم يا باشا، القلم ان النادي الاهلي، النادي الزمالك اتقدم لعرض عشان يجدد لمحمود حمدي الونش مدافع فريق نادي الزمالك بالعقد بكام يا عم بدر؟ العقد كان مدته سنتين ب8 مليون جنيه، ومقدم تعاقد 2 مليون جنيه. يعني الصفقة مكلفة الزمالك كانت 10 مليون جنيه. يتدخل الأهلي ال10 مليون جنيه تتحول بقدرة قادر إلى 90 مليون جنيه. إيه؟ أيوة 90 مليون. ال 2 مليون اللي كانوا قبل ما يتدخل الأهلي مقدم تعاقد بقت 30، والسنة اللي كانت ب4 مليون قبل تدخل الأهلي بقت ب30. يعني السنتين بقوا ب90 ومقدم التعاقد بقى ب30، في حين إن محمود حمدي الونش ده مدافع عنده 2 صليبي معدل 31 سنة. هل الأهلي كان محتاجه؟ لا طبعا. الأهلي حتى لو هيجيب مدافع عايز مدافع شاب، وخصوصا في حالة دلوقتي فوجان رامي ربيعة، فوجان ياسر، لو ما جددوش برضه هيجيبوا مدافعين صغيرين سنا يعني مش 31. في نفس الوقت أشرف داري بيأدي ماشي، وعندك محمد هاني بيلعبها وكذا واحد بيلعبها، يعني مش ضغط قوي. ده رقم 2. طب رقم 3 إن النادي الأهلي العالمي خلاهم حوشوا الفلوس عشان يجددوا لزيزو، هو خد زيزو وخلاهم لبسوا الونش وضيعوا الفلوسات بتوع زيزو على الونش. قلم والنعمة، فاهم؟ المهم شركة من الرعاة من الشركة الراعية للنادي الأهلي في كأس العالم تتدخل لإنهاء صفقة مصطفى محمد للنادي الأهلي من ننت الفرنسي للنادي الأهلي مقابل 4 مليون يورو. وكده سلام.